طبعا احنا قاعدين في نادي التوفيقية. نادي جميل لذيذ، شمسية جميلة. نبتدي حديثنا ليه معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الأهلي والزمالك. الأهلي والزمالك زي ما انتم عارفين نادي من الأندية الجميلة، لكن نادي التوفيقية للتنس من أعظم الأندية العريقة الجميلة، الاجتماعية الرياضية الأكاديمية العالية، اللي إن شاء الله هترشح عشان أبقى عضو من أعضاء مجلس الإدارة لخدمة الناس. نجحت ما نجحتش ما يهمنيش، إنما المسألة إن نادي التوفيقية إحنا مشتركين فيه من سنة 1985. رتح من الزمان، نادي في منتهى العظمة في منطقة العجوزة بجانب جامع المحروسة. عظيم، نادي في منتهى الجمال، أعظم من نادي الزمالك والأهلي تنظيميا وإداريا وتنسيقيا. الأهلي والزمالك طبعا رياضيا إداريا والجزيرة كذلك، لكن نادي التوفيق للتنس من أعرق الأندية التاريخية العظيمة في لعبة التنس. الأهلي والزمالك كورة زي أي كورة، مش يعني لازم يبقى يعني نادي عالمي زي مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي، لا. الأهلي والزمالك مش من الأندية القوية تنظيميا وإداريا. تقديري الشخصي ليه، مع الاحترام لمرتضى منصور والخطيب. النادي الاهلي قايم على الاستثمار والفلوس وجلب المال، لكن ما عندوش ناحيه لا الاجتماعيه ولا التنظيميه ولا التنسيقيه ولا الاعلاميه ولا الاعلانيه، الا بس كسب المال. لكن العلاقات ما بين الاعضاء شفتها من نادي الزمالك متباعده، ما فيش تلاحم. الاهلي فيه نوع من برضك عدم التناسق او الارتباطيه الا من خلال فريق الكوره، يعني متباعدين، ما فيش اجتماعيا اي نوع من الترابطيه دي، بقى في تباعد وهو بين الاعضاء اجتماعيا وثقافيا. انما نادي التوفيق للتنس انا فيه بخلق الحاجات دي، ومن خلال الحوار العربي المجتمعي وحوار الاجيال هيبقى قوي جدا، هيبقى قوي وعظيم، لان ربنا عز وجل جعلني ليه سبب لاعاده الامه العربيه والعمل بيها والسعي ليها للتقدم وللخير. طبعا انا بتكلم في حته فيها شمس وجو جميل، فرصه جدا الواحد يتكلم فيها، وهادي ولسه ساعة إشراقة جميلة والناس كلها كويسة وممتازة. فطبعا المصريين لازم يعلموا ذلك، إن نادي التوفيق للتنس مش بشكر فيه، لا، ده فعلا حق من أعرق الأندية المصرية زمان من سنة 1928. كان في زمان نادي سموحة في اسكندرية ونادي الجزيرة، وبعد كده نادي التوفيقية كان معاهم. بعد كده اندرج بقى سبورتنج الاهلي الزمالك. الكرة هي اللي عملت لهم لازمة، انما هم عاديين ما لهمش اصول جامدة الا من خلال الكرة. وكان صالح سليم الارض كان بتاعته او مأجرها بالدولة وخدها وكانت فرصة، وهكذا المختلط كان في النادي ما بدأ في مسرح البالون وبعدين خدوه في الزمالك هنا. فهي كانت أندية لسه هي ضعيفة وما زالت هي ضعيفة يعني اجتماعيا، لكن هي قوية ماليا ومش أساس، لأن المال مش كل حاجة. ما النهارده بقى قاعد مثلا مع ناس مثلا ماليا إنما متعالين ومتكبرين، ما فيش أي تقارب، ما فيش أي توحد، ده معروف زي الكومباوندات والحاجات اللي هي الساحل الشمالي، تخش تتفرج عليها تحس ناس متباعده عايشه في عالم تاني. يقول لك خصوصيه، طب خصوصيه بتقع في بيتكم بقى، يعني كل واحد بيخلى مصيده وفاقد التعاون او التعامل ليه؟ الماليه بقى والماديه والانانيه. ويقول لك طبعا الكلام يقول لك دي حاجات شخصيه، مش حاجات شخصيه، لان المجتمع وقع. انتوا بقى ليه؟ لان كله عايش بقى في النظام الامريكاني، والامريكاني بقى يقول لك حلو بقى كل واحد مع نفسه، راسماليه ومفيش اشتراكيه، والاشتراكيه ماتت ودلوقتي التكنولوجيه، فكله بقى كلام فارغ. يعني ليه بقى؟ لان الكلام فارغ اللي كل دلوقتي بقى استمتاع. فطبعا زي ما انتوا عارفين استمتاع، طبعا بص كده عشان الشمس طبعا مش هيفضل طول عمره. الحياه مش استمتاع، الحياه على فترات استمتاع، انما الاستمتاع انك انت تعيش على فترات وتكون مدرك انت بتعمل ايه من عبادة الله عز وجل وعمل وتعامل وتعاونية. كل ده مهم جدا في الحوار العربي المجتمعي وحوار الاجيال، اللي كله يقول لك مش هيحصل، ده عايش في زمن تاني. لا، هيحصل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال زمان ان هيجي اخر امتي رجال يعيدون الامه الاسلاميه
مجدها بعد أن يكون الناس غثاء نائمون، ونحن منهم إن شاء الله، لأن حب الدنيا كراهية الموت. وإحنا مش إسلاميين قوي، إحنا معتدلين، عشان بس يقولكش بقى إسلاميين بقى، والإسلاميين دول بقى إيه، دماغهم بقى متشددة، والإسلام السياسي وشغل بقى إيه، إحنا تكنولوجيا وتكنولوجيا ماشية. الاعتدال حلو يعني، وده اللي اتعلمناه في حياتنا مع أهالينا، إن إحنا نسمع الشيخ الشعراوي والشيخ محمد حسان والشيخ حازم شوبان وكل الدعاة نسمعهم على فترات. مش لازم بقى يعني اللي بيزعق أو ليه دماغه، بس إحنا نبص للكلام ونحلل الكلام ونتفاهم للكلام، هنا هننجح في الكلام. وكلنا بنسعى لذلك، لأن بونجك السيكي العربي العالمي على صفحة أدل بونجك السيكي بيسعى للانتشار للخير الوطن العربي ومصر. واللي يسمع ما يسمعش براحته، والواحد بيسجلها للتاريخ ولله عز وجل، لأن الحياة كلها عشت 50 60 70 80 100 صعب يعني، كل بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. مش يعني تشاؤما، ممكن البني آدم الصغير ده بيموت قبل الكبير. ليه؟ لسبب واحد، ان هو الانسان كلنا زي ما انتم عارفين يعني عايش في الدنيا دي كلها فترات شباب، طفولة، كهولة، شيخوخة، عايش. انما هل هو هيوصل لمرحلة من اللي هو يعني هيفضل طول عمره عايش؟ ممكن، لكن لامتى الله اعلم. انما هو يعيش بالامل ويعيش بالتفاؤل. عشان كده مصر جاية برغم ان في صعوبة انها تيجي. ليه؟ لان فيها رجال وفيها شعب. مصر فيها كل التخصصات، ومصر هيحكمها رجل مناسب لمصر. ما بنتكلمش على حكم، لكن هيحكمها مصر راجل مناسب لمصر. الأحداث شديدة في مصر، الوطن العربي والعالم، لكن في مصر أشد. أيوة أشد، لأن مصر منذ ثورة 52 لغاية دلوقتي، ثورة 52 صعدت وسقطت، فعلا صعدت وسقطت. عبد الناصر أقام مشروعات، لما أقام مشروعات نجحت المشروعات وحقق اكتفاء ذاتي وحقق تقدم. سقطت في أيام السادات، سقطت. ليه؟ لنكسة 67، وكان لازم إقالة عبد الناصر وإقالة المجلس العسكري فعلا، وتولي دولة مدنية، لأن محمد نجيب قال عن عبد الناصر إنه هو أحمق، لأنه ضحك عليه وما حققش ديمقراطية. كان لازم جمال عبد الناصر يقال، لكن سيطر هو والسادات جه وقام بالحرب والسلام، واستمر السادات. جه السادات اسقط 52 برضه بمين؟ بعصمة السادات. سعى في الفساد، وجه ابو الفتوح قال له الفساد. هرب السادات من كلام ابو الفتوح، واستمر السادات. جه مبارك، لما جه مبارك دخل مبارك، عاش في العمولات، وعاش في التسهيلات، وعاش في فتح البلاد على حساب المواطن. المواطن حصل له ايه؟ صعد وقام، وسقط ومات مبارك، واسقط البلاد. الشعب ده عادي. فهو الشعوب مش مصر بس، الارجنتين قامت ووقعت، كله بيقوم يقعد، والرؤساء بيروحوا وييجوا، والسيسي جه شغال، بيخطئ ويصيب حسب قدراته. هنكرهه؟ مش هنكرهه. وبعد ما نكرهه هيحصل ايه؟ هيموت؟ كلنا هنموت. هيجي غيره؟ ممكن. مش هيجي غيره؟ الله اعلم. المجلس العسكري قائم؟ ممكن. المجلس العسكري يسقط؟ ممكن. ما تعرفش الامور جايه فين. الوضع العالمي مختلف ومتذبذب وقاسي بدرجه، يعني انا شايف الصوره خطيره. تذبذب في العالم رهيب، لا بين زايد قاعد ولا بين سلمان قاعد، ولا حد هيقعد ولا حد هيبقى. العالم كله في تضارب من الحرب في اوكرانيا. انا متوقع انها سودة للمنطقه العربيه والمنطقه اللي في العالم كلها. يعني دي ناحيه اعتقاديه، ربنا يجنبنا موالاتها، لان كل واحد بيلعب لمصالحه. يعني ناس مواليه لروسيا، دكاكيني لا مؤاخذه على جنب، وناس مواليه لامريكا. وكان لازم المنطقه العربيه نبعد،
انما خايفين من الدولتين عشان مصالحنا وفلوسنا في امريكا وعلاقاتنا مع روسيا. وروسيا وامريكا هدوا الدول العربيه وبيذلوها، وذلوا افريقيا، وزالوا بيذلوا افريقيا. ومناطق النفوذ موجوده زي ما احنا عارفين من زمان، من ايام الاحتلال العسكري اللي هو كان الانجليزي الفرنسي. كل ده بنتكلم فيه من موضوعات مختلفة، اتكلمنا وسحبنا